السلام عليكم الإخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم سعيد بشيمش، مستشار إعلامي في علم النفس. ربما تبعتوا كاملين السلسلة ديال جريدة لوموند حول الملك محمد السادس، واللي عنوناتها لينيغم محمد السادس، لغز محمد السادس. الصراحة أنا فاش شفت هذا العنوان والتقديم اللي دارته جريدة لوموند لهذه السلسلة، قلت مع راسي ربما غنكونوا أمام مجموعة من التحقيقات الاستقصائية اللي غيكون الهدف منها أننا نكشفوا أو أن الجريدة تكشف على حقائق ولا معطيات جديدة بخصوص القصر الملكي والمحيط الملكي وأمور من هذا القبيل. ولكن مع توالي الحلقات بان لي أن السلسلة هي في الواقع سلسلة من المقالات التحليلية وما عندها حتى علاقة بالتحقيقات الاستقصائية. علاش؟ لأنه ببساطة داك الشيء اللي جابته جريدة لوموند في المقالات الستة فايد ليه يتقال، بمعنى ما كاين حتى جديد في المقالات ديال جريدة لوموند على الملك محمد السادس وعلى المحيط الملكي وعلى القصر وعلى المغرب. ما كاين حتى حاجة. كل ما في الأمر أن الجريدة اجترت مجموعة من المعطيات اللي موجودة وعاودت خرجتها لنا في مقالات تحليلية. هذه المقالات في الواقع كان الهدف منها هو خلق واحد النوع من الإرباك والشك واللا يقين عند القارئ المغربي من خلال واحد الأسلوب إعلامي معروف. كنحاولوا من خلاله أننا نخلقوا واحد التناقضات، كنجيب واحد التناقضات ونبدا نعرضها للقارئ بهدف أنني نخلق عنده واحد النوع من الضبابية، من عدم الفهم، ونبني عنده واحد الصورة متناقضة تخليه يشك في داك الشخص أو داك الحدث اللي بغيت ندوي عليه. مثلا في الحالة ديال الملك محمد السادس بداو مثلا سلسلة المقالات بمقال على المرض ديالو، وعلى أن الملك مريض ولا غائب وما بقاش عنده حضور إلى غير ذلك، وحنا كنعيشوا الأيام الأخيرة ديالو. ثم جاءوا في المقال الرابع وقالوا أن الملك حاضر في الساحة الدولية وعنده حضور وعنده قوي وعنده تأثير في باريس وعنده تأثير في القوى الكبرى. دونك هنا خلقوا واحد النوع من التناقض. نفس الحاجة في مسألة الإصلاحات ما بين الداخل والخارج. مثلا الملك في